أخت ساندي جت لبيت الشجرة ومعاها أطفالها الثلاثة وعرفت سبونج بوب عليهم فعجب بيهم جدا. ساندي مشيت بسرعة عشان وراها مشوار، وبما إن كان لسه عندها تجربة محتاجة تخلصها فمهمة الاهتمام بالأطفال بقت من نصيب سبونج بوب. في الأول سبونج بوب كان ناوي يحكي لهم حواديت خيالية، لكن الموضوع قلب معاهم لتحدي مصارعة دراع. ساندي اقترحت عليه ياخدهم بره يلعبوا، فوداهم مطعم مقرمشات سلطع. مستر سلطع أول ما شافهم اتبسط بيهم، بس الأطفال كانوا شقاي ومتحمسين زيادة، وده خلاهم يعملوا دوشة زعلت الزباين التانية وهم بياكلوا. بعدها سبونج بوب راح عند الكاشير وعرفهم على شفيق، فالأطفال قعدوا يهزروا على شكله ويقلدوه. سبونج بوب دخل المطبخ يعمل لهم برجر سلطع، فانتهى به الحال والكاتشب مغطيه بالكامل. شفيق قاله: ممكن تبطل لعب وتعمل لنا البرجر؟ سبونج بوب رد بضحك: تقريبا الكاتشب مالي كل حتة فيا. شفيق علق: شكلكم انتوا الاتنين مضحك قوي. مستر سلطع ما بقاش قادر يستحمل الدوشة، فطلب من سبونج بوب ياخذ إجازة ويركز في الاهتمام بالأطفال وراحتهم. سبونج بوب أخذهم ووداهم الشاطئ وناموا على الرمل واستمتعوا بالشمس. سبونج بوب عينه غفلت ونام، ولما صحي لقى الأطفال بنوا قلعة كبيرة ومثبتينها فوق جسمه. الأطفال طمنوه وقالوا له إنها مش هتتحرك لأنها معمولة من الخرسانة. سبونج بوب حس إن جسمه متكتف ومش قادر يتحرك براحته، والموضوع كان مش مريح خالص ليه. سبونج بوب أخذهم ورجع البيت ولقى بسيط واقف هناك. سبونج بوب طلب منه يتفرج على التلفزيون مع الأطفال عشان يقدر يرتاح شوية، بس بسرعة حصل سوء تفاهم. بسيط كان قاعد ورا والأطفال مخبيين عليه الرؤية، فلما طلع قدام شوية هو اللي خبر الرؤية عنهم. في الوقت ده بسيط لمح البسكوت اللي على الترابيزة وضغط بكل قوته وكسب التحدي اللي كان بينهم. الأطفال لما شافوا كده زعلوا جدا وجريوا لبيت الشجرة وهم متأثرين ودموعهم نازلة، واشتكوا لساندي اللي طلعت لهم الهدايا اللي كانت مجهزاها. فالأطفال أول ما شافوا اللعب الجديدة نسوا زعلهم تماما في ثانية. في اللحظة دي سبونج بوب وصل واعتذر لساندي عن تقصيره وإنه ما أخدش باله منهم كويس. ساندي قالت له: أنا كنت بحاول أقول لك القاعدة الأولى في رعاية بنات أختي. سبونج بوب سألها: إيه هي؟ ساندي ردت: إنك ما توافقش ترعاهم أبداً.